قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها كلير واللي بتكون لسه واصلة من استراليا لمدينة برلين في ألمانيا، وبنعرف إنها أول مرة تزور ألمانيا بعد ما سابت شغلها في استراليا وقررت إنها تشتغل لوحدها كمصورة حرة. وبتكون كلير معجبة جدا بالمدينة، وبسبب إنها لسه مش معاها فلوس كتير بتقرر إنها تسكن في فندق رخيص. وبالليل بتطلع كلير لسطح الفندق وبتلاقي هناك شباب كتير قاعدين، فبتقرر إنها تسهر معاهم بعد ما واحد منهم بيعرض عليها إنها تقعد معاهم. وبتفضل تتكلم وبتسهر هناك لحد الصبح، وبعدها كل واحد بياخد صاحبته وبيمشي، وبتفضل كلير لوحدها وبتصور منظر الشروق بالكاميرا بتاعتها. وبعدها بتنزل وبتنام وبتصحى تاني يوم وبتحضر نفسها وبتاخد الكاميرا بتاعتها وبتنزل الشارع، وبتفضل تتمشى في البلد وبتتأمل في الشوارع بتاعتها لحد ما بتلاحظ واحدة ست وهي بتنفض السجادة في شباك البيت، فبتقف كلير وبتصورها بالكاميرا بتاعتها. وبعدها بتروح المكتبة وبتدور على الكتب اللي بتتكلم عن الفن والتصوير. وبعد ما بتفضل هناك بتطلع من المكتبة وبتقف عشان تعدي الطريق، لكن فجأة بيجي واحد وبيقف جنبها وبيمثل ان الكتب اللي معاه وقعت على الارض، فبتساعده كلير عشان يلم الكتب، فبيدي لها العلبة اللي معاه واللي بيكون فيها فراولة عشان يلم هو الكتب، فبيعزم عليها عشان تاكل من الفراولة. وبعدها بيتعرفوا على بعض وبيقول لها ان اسمه اندي وان هو شغال مدرس انجليزي في المدرسة الثانوية، وهو كمان بيتعرف عليها وبتقول له ان هي شغالة مصورة وان هي جاية لسه من استراليا. وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبيمشوا سوا، وساعتها بيجي لكلير اتصال من والدتها لكنها مش بترد، وبتعرفوا ان والدتها بتقلق عليها جدا زياده عن اللزوم، وبيسالها لو كانت تعرف ان هي مسافره، فبتقول له ايوه، وبيسالها سبب زيارتها لالمانيا، فبتقول له ان هي كانت شغاله مصوره لشركه تسويق عقاري لكنها حبت تغير البلد وقدمت استقالتها وقررت ان هي تشتغل لوحدها وتسافر. وبتقول له ان هي بتحب المغامره جدا لكن والدتها بتخاف عليها دايما، فبيقول لها اندي ان هي شجاعه ولازم والدتها ما تخافش عليها وتشجعها، فبتعجب جدا بكلامه عنها وبتكون فرحانه جدا. وبيفضلوا مع بعض لحد الليل وبيوصلها اندي لحد السكن بتاعها، وساعتها بنلاحظ ان كلير اعجبت باندي جدا وبتعرض عليه يقضوا وقت اكتر مع بعض، وبتقول له ان هما ممكن يكملوا السهره في الملهى اللي موجود في السكن بتاعها، لكن اندي بيقول لها ان هو عنده ميعاد مهم، فكلير بتتحرج لكنها بتحاول مره تانية وبتقول له ان هي هتسافر بكره لمدينه تانية وانهم ممكن ما يشوفوش بعض تاني، فبيقرب اندي منها وبيلمس شعرها، ولما كلير بتقرب منه بيبعد اندي وبيعتذر لها، فبتنزل كلير من العربيه وهي محروجه وبتبص له وهي ماشيه لكن اندي مش بيبص لها. ولما بتطلع اوضتها كلير بتفضل تتفرج على الصور اللي صورتها بالكاميرا واللي بيكون فيها صور لاندي. وتاني يوم بتروح كلير لنفس المكان اللي قابلت فيه اندي كانها بتدور عليه في الشوارع، وبتفضل ماشيه في الاماكن اللي مشوا فيها امبارح عشان تلاقيه لحد ما بتوصل للمكتبه مره تانيه وبتاخد كتاب عشان تقراه، لكنها بتتفاجأ ان اندي هناك وبيكون معاه الكتاب اللي كانت بتقراه امبارح، فبتقرب منه كلير وهو بيقرا الكتاب وبتلمس ايده، وبيفرح اندي جدا لانها ما سافرتش، وبيخرجوا هما الاتنين من المكتبه وبياخدها اندي عشان يقعدوا ويشربوا سوا. ولما بيشوف السلسله اللي هي لابساها بيلاحظ ان فيها دبله، فبيسالها لو كانت الدبله دي اخدتها من واحد تعرفه، فبتقول له كلير ان الدبله دي بتاعت والدتها، وبتقول له ان هي ادتها لها وهي صغيره وقالت لها ان هي تحميها دايما كانها معاها. وبعدها اندي بياخد كلير معاه بالعربيه بتاعته وبيوصلوا للبيت بتاعه، وهناك بتتفاجأ كلير ان المكان اللي عايش فيه شبه مهجور وان الحي فقير جدا والمبنى اللي هو فيه كله ضلمه وجداره قديمه جدا. ولما بيطلعوا بيعرض عليها اندي عشان تشرب معاه، وبعدها بيقضوا الليله سوا. وتاني يوم بيروح اندي الشغل بتاعه في المدرسه وبيسيب كلير لوحدها في الشقه بتاعته، وبعد ما بتصحى كلير بتفضل تلف في الشقه وبتصورها بالكاميرا بتاعتها، لكن بعدها بتتفاجأ ان باب الشقه مقفول عليها، وبتتفاجأ اكتر ان اندي ما سابلهاش اي مفتاح، وبتلاحظ ان في اوضه هناك في الشقه مقفوله بالمفتاح، فبتحاول كلير ان هي تلاقي المفتاح عشان تفتح الباب لكن مش بتلاقيه، فبتقلق كلير لكنها بتحاول تقنع نفسها وان هو اكيد نسي بس يسيب لها المفتاح، وبتفضل قاعده لوحدها وبتستناه. ولما بيرجع اندي من الشغل وبيفتح الباب بيلاقي كلير في المطبخ وبتساله ليه ما سابلهاش المفتاح، فبيعتذر لها وبيقول لها ان هو نسي لانه متعود يعيش دايما لوحده. ولما بتساله لو كان حابسها بيهزر معاها وبيقول لها ان هو حابسها عشان ما تهربش. وبيقضوا تاني يوم مع بعض لحد الصبح، ولما
بيصحى اندي عشان يروح الشغل بتاعه بتفكره كلير عشان يسيب لها المفتاح، فبيقول لها ان هو فعلا ساب لها المفتاح المره دي. وبعد ما بيمشي اندي بتصحى كلير وبتاكل اي حاجه من المطبخ، ولما بتبص في الصوره اللي صورها اندي ليها بتلاحظ ان السلسله بتاعتها مش معاها، وبتدخل الحمام بسرعه عشان تبص في المرايه وبتتفاجئ ان مكتوب على ظهرها انت ملكي، فبتجري بسرعه وبتحاول تفتح الباب بالمفتاح اللي سابه لها، لكنها بتتفاجئ ان هو مش بيفتح، فبتحاول تخرج من الشباك لكنها بتلاقيه مقفول هو كمان، فبتجري بسرعه على الشنطه بتاعتها عشان تطلع الشاحن، وبعد ما بتشحن الموبايل بتتفاجئ ان الشريحه اللي فيه متشاله، فبتتجنن كلير وبتحاول تكسر ازاز الشباك لكنه مش بيتكسر لانه مصنوع من طبقه ضد الكسر، وساعتها بتفهم كلير اخيرا ان هي محبوسه جوه الشقه. ولما بيرجع اندي للبيت بعد الشغل بيلاقيها واقفه عند الباب وبتقول له ان هي هتنزل عشان تشتري حاجه من بره وهترجع على طول، لكن اندي بيقفل الباب بسرعه ومش بيرد عليها، فبتساله كلير ليه مش بيرد عليها، فبيقول لها اندي ان هي اللي اختارت ما تسافرش وتفضل معاه، وان هي اللي قالت له ان هي بتتمنى لو تفضل معاه طول عمرها، فبتتجنن كلير وبتتعصب عليه وبتضربه وهو بيحاول يمسكها ويسيطر عليها. وتاني يوم بنشوف اندي وهو رايح لوالده وبيقول له ان صاحبته الجديده دلوقتي عايشه معاه، فبيعتقد والده ان هو بيتكلم عن البنت اللي كان قال له عليها واللي اسمها ناتالي، لكن اندي بيقول له ان دي بنت تانية واسمها كلير، فبيساله والده لو كانت المانيه، فبيقول له انها من استراليا، فبيستغرب والده جدا لان كل البنات اللي بيتفرج عليها ابنه من بره المانيا وكلهم بيكونوا عباره عن سائحات. وبعدها بيروح اندي البيت وبيفك كلير واللي كان مكتفها في السرير وبيحكي لها عن والده وبيقول لها ان هو كلمه عنها وان هو بعت لها هديه معاه، لكن كلير بتكون مصدومه ومش عارفه تقول له ايه، وبتفهم ان هو اكيد مريض نفسي، وبيعرفها ان هو اتصل بوالدتها وقال لها ان هي كويسه عشان ما تقلقش عليها، فبتتضايق كلير وبتساله هو بيعمل كل ده معاها ليه. وبعدها بتخرج كلير من الاوضه عشان تدخل الحمام وتاخد دش، وهناك بتلاحظ ان في شعر بنت تانية في الحمام، وبتفهم ان هي اكيد مش اول واحده يعمل معاها كده وان هو اكيد شخص مجنون ومش طبيعي. وبيفضل اندي يصور في كلير وهي بتفضل تتعامل معاه بكل صبر عشان تلاقي اي حل تهرب منه. وتاني يوم لما بيروح عند الشغل بتاعه بتحاول كلير ان هي تلاقي اي حاجه عشان تفتح بها الباب، وفعلا بتلاقي مفك تحت الكرسي، وبتفهم ان هو اكيد نسي عينه مع باقي الادوات اللي موجوده في الشنطه واللي مقفوله برقم سري، وبتحاول كلير ان هي تفتح الباب لكنها مش بتنجح. وبعد ما بيرجع عند البيت بيلاقي كلير قاعده وبتلعب بالهديه اللي جابها لها والده وكمان بتبتسم ليه، وبيعتقد اندي ان كلير خلاص فهمت ان مفيش مفر للهرب وانها حبت العيشه معاه، فبيقعد عشان يلعب معاها باللعبه، لكن فجاه كلير بتطلع المفك وبتضرب اندي في ايده بكل قوه لدرجه ان ايده بتتثبت في الترابيزه، وبتستغل كلير الفرصه عشان تهرب وبتاخد المفاتيح وبتنجح ان هي تفتح باب الشقه وبتخرج. وبعد ما بتطلع من المبنى بتحاول تفتح الباب الخارجي لكنها مش بتلحق لان اندي بيكون قدر ان هو يحرر نفسه وبيلحقها قبل ما تفتح الباب، وبعد ما بيمسكها بيقفل الباب على ايديها لحد ما بتفقد الوعي من كتر الالم، وبعدها بياخدها عشان يرجعها الشقه تاني. وتاني يوم بيرجع عند الشغل بتاعه، وفي الفصل الدراسي بتيجي عينيه على بنت اسمها فرانكا وهي كمان بتبص له وبيبان ان بينهم اعجاب، لكنه مش بيتكلم معاها لانها طالبه عنده ولسه صغيره. ولما بيرجع عند البيت بيلاقي كلير بتقرا كتاب، فبيجيب مقص عشان يقص لها ضوافرها وبيحاول يبين لها ان هو مهتم بيها، وبياخدها بعدها عشان تاخد دش، لكن فجاه وهم في الحمام بيسمع صوت خبط على الباب، فبيحط اندي ايده على بق كلير وبيهددها ان هي لو فتحت بقها او حد شافها هيخلص على الشخص اللي على الباب وان هي اللي هتكون السبب في كده. ولما بيفتح عند الباب بيتفاجئ ان هي فرانكا وبيسالها جيت هنا ازاي، فبتقول له ان هي مشيت وراه لحد ما عرفت مكانه، وبتقول له ان هي عارفه ان هو معجب بيها وان هي كمان معجبه بيه، لكن ساعتها بتخرج كلير وبتشوفها فرانكا، فبيقفل اندي الباب على طول وبيقول لها ما تجيش هنا تاني، وانه لو شافها هنا تاني هيبلغ عنها مدير المدرسه وبيطردها من البيت. وبعد ما بتمشي فرانكا بتساله كلير مين دي، فبيقول لها ان هي طالبه عنده في المدرسه واسمها فرانكا. وبعدها بمده بيروح اندي لوالده عشان يزوره فبيلاقيه ميت، وبعدها بيتصل بشركه الدفن عشان تاخده ويدفنوه. وبعدها بيرجع اندي للشقه بتاعته ومعاه كل الشنط بتاعته، وبيقول لها ان والده مات وان هو قرر يعيش معاها هنا على طول. وبيبكي اندي وبتمثل كلير ان هي متعاطفه معاه. وبعد مده بيجي يوم راس السنه وبيجيب اندي لكلير هديه عباره عن كتابين، واللي منهم واحد عن بلدها استراليا، والهديه الثانيه بتكون عباره عن كلب عشان يسليها وهي لوحدها في الشقه، وكلير بتكون فرحانه بيه جدا. وبعدها بيفضل اندي يتكلم معاها وبتساله كلير عن السبب اللي خلاه يختارها هي بالذات عشان تكون معاه، فبيقول لها اندي ان هو شافها في الشارع لوحدها وانها لفتت انتباهه لما شافها وهي بتصور الست اللي كانت بتنفض السجاده في الشباك،
وساعتها فهم ان هي اكيد سائحة وجاية من بره البلد. وبعدها بتسأله كلير عن البنت اللي كانت موجودة هنا قبلها، فبيرفض اندي يقول لها حاجة وبينكر ان كان في حد هنا قبلها، وبيقول لها ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. وبعدها بيقول لها ان هو قرر يخليها تخرج معاه عشان تغير جو، وبيكون اندي واخد حذره عشان محدش يشوفها، وبياخدها لحد غابة واللي بيكون مفيش اي حد هناك واللي بتكون كلها تلج. لكن فجأة بيظهر ولد صغير من جوه الغابة وبيطلب منهم المساعدة، وبيقول لهم ان اخوه الكبير مصاب، فبيروح معاه اندي عشان يشوف اخوه. وساعتها بتستغل كلير الفرصة عشان تقول للولد ان اندي شخص شرير وان هو حابسها، لكنها بتنصدم لما بتعرف ان الولد مش بيفهم اللغة الانجليزية ومش بيعرف هي عايزة ايه. وساعتها بيلاحظ اندي ان هي بتتكلم مع الولد وبيفهم ان هي بتحاول تحذره، فبيهددها اندي ان هو ممكن يخلص عليهم كلهم وان ده لو حصل هيكون بسببها. وبعدها بيرجعها للعربية بتاعته وبيدخلها شنطة العربية وبيقفل عليها. وبعد ما بيرجعوا الشقة تاني بيفضل اندي يصور كلير صور غريبة جدا، وبياخد الكلب اللي جابه لها وبيسيبه في الشارع عشان يعاقبها وتفضل وحيدة تاني. وبعد كذا يوم بيروح اندي حفلة مع زمايله، فبتستغل كلير الفرصة لانه بره البيت، وبتحاول ان هي تفتح الأوضة اللي كان قافلها، وفعلا بتقدر ان هي تفتحها. وهناك بتلاقي كرسي كبير وبتلاقي صور لبنات كتير اندي مصورها زي الصور اللي هو مصورها ليها، وبتفهم ان كان قبلها بنات كتير واندي كان حابسهم كلهم. وساعتها بتلاحظ كلير ان في راجل واقف في شباك المبنى اللي قدامهم، فبتحاول ان هي تلفت انتباهه وبتنادي عليه عشان يساعدها لكنه مش بيسمعها، فبتجيب الكشاف وبتفضل تنور بيه لحد ما بيشوفها. وفعلا الراجل بيروح لها وبيحاول يفتح لها الباب، لكن فجأة اندي بيظهر وراه وبيضربه بالحديد على دماغه، وبعدها بيخلص عليه نهائيا. وكلير بتكون مصدومة جدا، وبعدها بيجبرها اندي تساعده عشان يتخلص من الجثة. وفعلا بياخدوا الجثة وبيرموها في صندوق القمامة وبعدها بيولعوا فيها. وبعدها بيفضل يلوم كلير لان هي السبب في موت الشخص ده. وتاني يوم بيكون اندي في البيت وبيصحح الواجبات بتوع الطلبة بتوعه واللي منهم فرانكا، وبتشوف كلير اسم فرانكا وبتقرر ان هي تستغل الفرصة لانها عارفة ان كلير عارفة مكان البيت بتاع اندي، وبيجي على بالها ان هي تسيب رسالة لفرانكا في الكراسة بتاعتها. وعشان تخلي اندي ما ياخدش باله بتقرر ان هي تلسع نفسها على البوتاجاز، فبيقوم اندي عشان يساعدها وبيروح بعدها عشان يجيب مرهم الحروق من الحمام. فبتستغل كلير الفرصة عشان تاخد الكراسة بتاع فرانكا وبتحط فيها صورة ليها واندي بيعذبها عشان تفهم. وتاني يوم في المدرسة اول ما بيوزع اندي الكراسات على الطلبة بتفتح فرانكا الكراسة بتاعتها وبتشوف صورة كلير، وساعتها بتفهم ان دي نفس البنت اللي شافتها في شقة اندي، وبتفهم ان هو اكيد حابسها. ولما بتقوم فرانكا الصورة بتقع منها من غير ما تاخد بالها، وبتروح عشان تاخد العجلة بتاعتها وبتروح على بيت اندي بسرعة. وبعدها بيلاحظ زميل فرانكا الصورة اللي وقعت منها، ولما الطلبة بيتكلموا مع بعض عن الصورة بيلاحظ اندي الصورة اللي معاهم وبيفهم اللي كلير عملته، فبيجري بسرعة عشان يلحق فرانكا. لكن لحسن حظ كلير الطريق بيكون زحمة جدا، وفرانكا بتكون اسرع بالعجلة اللي معاها من عربية اندي، فبيضطر اندي ان هو ينزل من العربية وبيجري على الشقة بتاعته. لكن اول ما بيوصل بيلاقي فرانكا وصلت قبله، ولما بيطلع عند الشقة وبيدور على كلير مش بيلاقيها. لكن بعدها بيلاحظ ان في حركة في الشقة اللي فوقه واللي المفروض ما فيش حد عايش فيها، فبيطلع اندي على السلم وبيشوف اثار الاحذية على الارض اللي كلها تراب، وبينادي على كلير عشان تظهر، لكن كلير مش بترد عليه. وبعدها بيسمع كلير بتنادي عليه من الشقة بتاعته، فبينزل اندي تاني بسرعة وبيفضل يدور عليها لكنه مش بيلاقيها. وفجأة بتنادي عليه من وراه، ولما بيبص بيلاقيها بتقفل عليه باب الشقة بتاعته، وبكده بتقدر كلير ان هي تحبس اندي زي ما حبسها كل المدة دي. وبعدها بتطلع كلير الشقة اللي فوق وبتطلع فرانكا من المكان اللي كانت مخليها مستخبية فيه. وبعدها بتخرج كلير للمدينة تاني وهي فرحانة جدا بعد ما عرفت المعنى الحقيقي للحرية. واندي بيفضل محبوس في الشقة بتاعته عشان يشرب من نفس الكاس. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. وسلام.